واحده من اجمل وامتع التجارب اللي انت لازم تيجي تجربها على الاقل مره في شرم والغردقه هي رحله البايرتس او القراصنه. احنا النهارده في رحله يخت البايرتس. المراكب هنا من افخم المراكب اللي انت ممكن تشوفها على مستوى مصر كلها، سيرفيس، نظافه، الكواليتي بتاع كل حاجه عالي قوي، ودي من اكتر الحاجات اللي بتميزهم. المركب بشكل عام مناسبه للكابلز ومناسبه للعائلات كمان. اول ما بتوصل المركب اول حاجه بتاخدها هي الويلكم درينك، وبعد كده بتطلع على الصن ديك على طول. من الحاجات الحلوه قوي هنا هي الاكتيفيتي اللي بتعمل للاطفال. زي ما انتم شايفين اول حاجه بيكونوا لابسين لبس القراصنه ترسم لهم على وشهم، وبيكون في برنامج كامل بيعملوه تقريبا اثناء الرحله في اليوم كله. شكل، ستايل، تصميم، كل حاجه في المركب هنا مختلفه. بايرتس دي مفيش منها في مصر، كلها غير 5 بس. فكره المكان هنا باختصار ان انتوا لو اب وام ومعاكم اطفال تقدروا تيجوا وتسيبوا الاولاد هنا، هيعملوا اكتيفيتي كتير مختلفه، هيرسموا، هيتفرجوا على كرتون، وهيكون في حد من المركب قاعد ومخلي باله منهم كمان، وفي نفس الوقت انت قادر تستمتع فوق بالجو وبالبحر. من احلى الحاجات اللي موجوده هنا في البايرتس بشكل عام ان انتوا سواء كابلز او عيله، هي فكره الخصوصيه، ان كل جروب او كل كابل او كل عيله بيكون ليهم زي تيبل زي دي كده مستقله خاصه بيهم لوحدهم، تقدر تريلاكس وتستجم بمزاج. البرنامج هنا اللي المركب بتروحه هو بتروح لجزيره اورنج باي، بيكون فيها وقفه تقريبا ساعه، بتركب الزودياك ده بيوديك لغايه الجزيره، تقعد هناك شويه ترجع تكمل البرنامج. بيكون في وقفه سنوركلينج اثناء الرحله، وبيكون مع الناس اللي بتنزل سنوركلينج مدربين بروفيشنال جدا. من اكتر الحاجات المميزه هنا طبعا هو الاكل. الرحله كلها بتكون شامله اوبن بوفيه غدا. الاوبن بوفيه هتلاقي فيه تنوع كبير من اصناف كتير جدا مختلفه، لازم يوميا بيكون فيه سي فود، وكمان بيكون فيه اوريدي اصناف من اللحمه والفراخ. الاكسبيرينس اللي انت هتقضيها في البايرتس بشكل عام مختلفه عن اي مركب تاني. حتى لو انت طلعت اوريدي مراكب او رحلات يخت في شرم او في الغردقه وما جربتش البايرتس، فانت فايتك كتير. الاكسبيرينس كلها حلوه، لاكشري، السيرفيس هنا من اكتر واحسن الحاجات المميزه. فانتوا لو عايزين تقضوا تجربه مختلفه مميزه في اعلى وافخم مراكب موجوده في شرم والغردقه، لازم على الاقل ولو مره تجرب البايرتس.